مساء الجمال. النهاردة هنحكي سيرة الست اللي رقصت الملوك وهزأت ملوك، الست اللي الملك فاروق كان بيعمل لسانها 1000 حساب، وأنور السادات لقى الأمان في حمايتها. إحنا بنحكي عن برنسيسة الفن تحية كاريوكا، الحكاية اللي بدأت بوجع قلب وانتهت بجبروت ملوش مثيل. بس قبل ما ندخل في الأسرار والتواريخ اللي تخض، ياريت تتابعوني وتعملوا اشتراك في القناة عشان الحكايات اللي جاية محدش غيري هيحكيها لكم. الحكاية بدأت في مدينة الإسماعيلية سنة 1913. الطفلة اللي كان اسمها في شهادة الميلاد بدوية كريم علي. بدوية شافت المرار وهي لسه طفلة صغيرة، بعد ما أبوها مات وقعت في إيد أخوها أحمد. وأخوها ده كان قلبه حجر، كان بيحب السيطرة وبيقفل عليها الأوضة ومنعها تخرج، لدرجة إنه كان بيربط رجلها بجنزير حديد في رجل السرير عشان ما تخرجش وتشوف الشارع. تخيلوا السلطانة اللي ملت الدنيا أضواء بدأت حياتها والحديد بياكل في رجلها وهي لسه صغيرة. لكن بدوية كان عندها كرامة تكسر جبال، وفي ليلة والبيت كله غرقان في النوم عرفت تفك الجنزير وهربت بقميص نومها وخدت القطر للقاهرة وهي معهاش مليم صاغ. تاهت في شوارع المحروسة لحد ما وصلت لكازينو بديعة مصابني، وهناك بدوية انطلقت وبقت هي النجمة الأولى اللي الدنيا عرفتها باسم تحية كاريوكا. تعالوا بقى للغويط اللي محدش بيحكيه بالتفصيل. تحية كاريوكا ما كانتش مجرد فنانة بتهز وسطها، دي كانت ست جدعة قوي. في الأربعينات لما الضابط الشاب أنور السادات كان هربان من الإنجليز بعد مقتل أمين عثمان، تحية ما خافتش وشالته في عينيها ودارته عندها في مزرعة لمدة 5 أشهر كاملة. ما كانتش بس واقفة في ظهره، دي كانت بتلبس ملاية لف وتنزل تشتري له الأكل والجرائد بنفسها عشان تبعد عنه عيون المخبرين. السادات ما كانش بينسالها الجميل ده أبدا، ولما بقى رئيس كان دايما بيقدرها جدا، وكان بيقول إن تحية دي بمائة راجل جدعة من اللي شافهم في حياته، وإنها شالت راسها على كفها علشانه. تحية اتجوزت 14 مرة، بس الحب الحقيقي في حياتها كان دنجوان السينما رشدي أباظة. الحكاية بدأت بإعجاب شديد واتجوزوا وعاشوا أيام زي العسل، بس تحية كان دمها حامي وشطة في الغيرة. وفي مرة كانوا في لبنان وعرفت إن رشدي قاعد مع واحدة فرنسية في مكان، راحت هناك ومسكت الست دي دبحتها ضرب وجرتها من شعرها قدام الناس كلها، وطلبت الطلاق في ساعتها. ورغم إن رشدي حاول يرجع لها كتير، لكن كرامتها كانت أهم عندها من أي حب. أما الوجع الحقيقي فكان مع فايز حلاوة اللي قعدت معاه 18 سنة. فايز غدر بيها بأبشع طريقة، خلى تحية تمضيله توكيلات وباع كل اللي وراها واللي قدامها، وفي ليلة شتوية سودة طردها بهدوم البيت في نص الليل من شقتها في الزمالك. الست اللي كان العالم كله بيعمل لها 1000 حساب لقت نفسها فجأة في الشارع معهاش تمن تاكسي، ولجأت لصاحبتها نجوى فؤاد عشان تلاقي مكان تنام فيه. تحية ما انكسرتش، راحت سكنت في أوضة صغيرة فوق السطوح في حي الدقي بكل عزة نفس. ومن الأسرار اللي توجع القلب إن تحية ما خلفتش، لكنها وهي كبيرة لقت طفلة مرمية قدام باب شقتها، فقررت تتبناها وسمتها عطية الله. والطفلة دي كانت هي الصحبة الوحيدة ليها في آخر أيامها، هي اللي كانت بتخدمها وتراعيها. تحية حجت بيت الله الحرام أكتر من مرة ولبست الحجاب، وفضلت محافظة على كرامتها لحد ما فرقت الدنيا سنة 1999. سابت ورانا سيرة ست بمائة راجل جدعة كانت بتهز وسطها، بس هزت قلوب الناس كلها. دي كانت حكاية تحية كاريوكا، الست اللي ما كانتش بتقبل الظلم ولا بتنسى الجدعنة. لو الحكاية لمست قلبكم زي ما لمست قلبي، استنوني في حكاوي تانية كتير عن ناس عاشوا وماتوا وهم ماسكين في كرامتهم بإيديهم وأسنانهم. أشوفكم على خير في الحكاية الجاية.